بعد وصفة حلوة أوي واقتصادية وبتمن طاجن واحد من اللي بنشتريه من المطاعم. هنعمل غدا ل5 6 أفراد بصدر فرخة واحد وبكيس مكرونة هتعملي غدا ل6 أفراد. يلا بينا ندخل مع بعض على الفيديو ونصلي وسلم على الرسول ونشوف الجمال ده عملناه ازاي والمقادير والخطوات وكل أسرار نجاح طواجن المطاعم بطعم اقسم لك بالله أجمل بكتير من اللي انت بتجيبيه من بره. يلا بينا ندخل على الفيديو مع بعض، يلا بينا. دخلت معاكم على طول كده وهنقول المقادير مع بعض كده واحنا شغالين. حطيت كده معلقتين من السمنة كبار، عليهم كده صدر فرخة متقطع او نص كيلو بانيه. هاتي وقطعيه مكعبات تكون كبيرة شوية. طيب لو حابة تفرميه في الكبة افرميه، وهتفرمي البصل معاه في الكبة عشان يبقوا ناعمين ويبقى مفرول معاكي كده، ما تبقاش متكتلة معاكي. ولكن انا حابة هنا كده اقطعها قطع كبيرة، الولاد بتفرح بيها يعني ويبقى شكلها حلو في الطواجن.